السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة حلقة جديدة من البودكاست بتاعي خميس من نوع آخر. النهاردة هنتكلم عن موضوع مختلف خالص، هنتكلم عن فن الارتجال والتحدث قدام الناس بثقة. مين هنا بيحس انه بيتلخبط لما بيتكلم قدام ناس؟ بصراحة انا كمان كنت كده، كنت بحس ان عقلي بيقف ولساني بيتربط وكلامي بيتبخر. بس بعد شوية تدريب اكتشفت ان الارتجال مهارة مش موهبة، يعني اي حد يقدر يتعلمها. والنهارده هنكتشف مع بعض ازاي اي حد فينا يقدر يتكلم بثقة في اي موقف حتى لو مش محضر كلمة. الجزء الاول، يعني ايه اصلا ارتجال وليه هو مهم؟ بصوا معايا، الارتجال هو انك تتكلم من غير تحضير مسبق، بس مش معناه انك تقول اي كلام. مهم ليه؟ لاننا بنتعرض في حياتنا اليومية لمواقف مفاجأة طول الوقت. زي مثلا طالب في امتحان شفوي اتسأل سؤال غير متوقع، هيرد ازاي؟ لازم يكون عنده مهارة الرد، عشان ده حاجة مهمة جدا. حد في اجتماع في شغله طلب رأيه فجأة، هيجاوب ازاي؟ مدرس في درس سألوه سؤال غير متوقع، هيجاوب ازاي؟ حد حد مثلا سألك في اي وقت سؤال غير متوقع، هرد ازاي؟ لازم يكون عندك مهارة الارتجال وازاي ترد بسرعة، وكمان يكون رد مقنع وجميل. اكبر غلطة ناس بتعملها الخوف من الغلط. الحقيقة يا جماعة ان الجمهور مش مستني منك المثالية، عشان ما حدش فينا مثالي، هو بس عايز يسمعك ويفهمك. الجزء التاني، ازاي تتكلم بثقة حتى لو مش محضر. اول حاجة واهم حاجة، تحكموا في توتركم الاول. بجد التوتر ممكن يبوظ اي حاجة ممكن تعملوها. قبل ما تتكلموا خدوا نفس عميق من بطنك مش من صدرك، لا. ابتسم حتى لو مش حتى لو متوتر. الابتسامة بتخدع دماغك وتهديك. دايما كنت سمعت بودكاست قبل كده بيقول ايه، لو انت متضايق اصلا اضحك كتير هتبقى زي الفل. فالموضوع ده يا جماعة مريح جدا وبيريح الاعصاب بجد. بص لنفسك كأنك خبير، مش لازم تكون احسن حد، بس لازم تتصرف كأنك فاهم وعندك حاجة تقولها، وتجذب الناس الموجودة معاك. خد ثانيتين تفكير بس ما تستعجلش. ما تخافش من لحظة الصمت، بالعكس الصمت بيخلي الناس تركز معاك اكتر. تخيل ان انت مثلا في مناقشة مهمة، حد بيتكلم وفجأة سكت وبدأ يتكلم تاني، انت هتستنى عشان تشوفه هو هيقول ايه او هيتكلم ازاي او ايه الخطوة اللي بعدها، صح؟ بالظبط كده. استخدم قاعدة 3 كلمات: مقدمة وفكرة وأساسية ومثال. الخطوة الثالثة، لو نسيت أو اتلخبطت ببساطة ارتجل، كرر السؤال بطريقة مختلفة. لو فاهم صح انت بتسأل عن ايه. يعني فاكرة في مرة كنت بعت محاضرة لحد وفجأة لقيت سؤال مختلف خالص، يعني سألني سؤال انا كنت ناسي الإجابة بتاعته نهائي. ساعتها جاوبت بسؤال تاني، فاهمة، شفتي كذا كذا كذا، فاهمة قصدي؟ اربط الإجابة بأي موقف حصل لك. يومها قعدت، كان السؤال عبارة عن حاجة في السيكولوجي، وربطت الموقف بحاجة حصلت لي أنا شخصيا بس بطريقة حلوة، فاللي كانوا المستمعين ساعتها حبوا الفكرة. فاربط الإجابة بأي موقف حصل لك. الناس بتحب القصص أكتر من المعلومات المباشرة. لو مش عارف اعترف بس بذكاء، السؤال ده مهم جدا ومحتاج ابحث عنه اكتر، بس ممكن اقول رأيي بناء على تجربتي مثلا. بس اوعى تقول مش فاهم وبس، لا، لازم تقول طريقة كويسة تخليهم ينبهروا بيك اصلا. رابع حاجة معانا هي لغة الجسد والصوت، سر الكاريزما بقى. دي النقطة بتاعت سر الكاريزما. استخدم ايدك بس ما تبالغش، يعني استخدم ايدك وانت بتشرح وكده وانتوا بتتحركوا، بس ما تبالغوش. لو مش عارف تعمل بايدك امسك قلم او حركة بشكل بسيط طبيعي جدا، يعني كأنك بتتشاور بالقلم كده. صوتك لازم يكون فيه طاقة. لو صوتك واطي علي شوية عشان الناس هتنام. يعني تخيل نفسك في محاضرة وصوت واطي هتناموا بجد. جرب تلعب بنبرة صوتك لما تقول نقطة مهمة، يعني علي صوتك في النقطة المهمة او وطي شوية مثلا في نقطة معينة كده. خلي عيونك تتكلم. ازاي؟ ما تبصش تحت او للسقف، تمام؟ بص للناس في عيونهم. انت كده بتخلي عيونك تتكلم. لما تبص لشخص في عيونه فانت كده يعني بتخليه يركز معاك قوي، بس ما تخوفوش، يعني ما تبصلوش قوي تخوفه يعني، تمام؟ الجزء الخامس، تمارين عملية، خلوهم يتفاعلوا. زي مثلا تحدي 30 ثانية، كل طالب يطلع ويحكي عن حاجة غريبة حصلت له بس بدون اي تحضير. الهدف من ده يا جماعة ان هو يكسر الخجل. لعبة،
جاوب بأسرع ما يمكن. اختاري طالب اسأليه أسئلة غريبة بسرعة وهو لازم يجاوب فورا. لو بقيت مشهور هتبقى مشهور بإيه؟ سؤال مهم جدا، يعني السؤال ده كنت بتسأل تقريبا من وانا صغيرة. لو بقيت مشهورة هتبقى مشهورة بإيه؟ لو كان لازم تاكل أكلة واحدة طول حياتك هتكون إيه؟ أسئلة من دي بتاعتي جو حلو للمحاضرة. حلوين يا جماعة بقى، جاوبوني انتوا، لو بقيتوا مشهورين في يوم من الأيام هتبقوا مشهورين بإيه؟ أتمنى تسيبوا الإجابات في الكومنتات. ولو صحيت بكرة لقيت نفسك في بلد غريبة، إيه أول حاجة تتعلمها؟ برضو اكتب لي في الكومنتات إيه الحاجة دي. ولو كان لازم تاكل أكلة واحدة طول حياتك هتكون إيه؟ أنا عن نفسي مكرونة بشاميل. الهدف تتمرن على سرعة البديهة وإزاي ترد بسرعة. زي مثلا مثال ارتجل تقرير اخباري، خلي الطالب يطلع ويتخيل انه مذيع في الشارع وبيبلغ الناس التقرير ده هيقول ايه. تمام. السر يا جماعة في التمرين اهو، بجد ده اهم حاجة. بصوا، محدش بيتولد عنده مهارة الارتجال، كل الناس بتتعلمها. الفرق بين اللي بيتكلم بالثقة واللي بيتوتر هو عدد المرات اللي وقع فيها وتعلم. النهاردة البداية، كل مرة تتكلم قدام حد جرب تطبق الحاجة دي ومع الوقت هتلاقي نفسك محترف. تمام. أتمنى لكم يوم سعيد. نصايح ليكم بجد، أهم حاجة وانتوا بتقدموا أي حاجة تكونوا واثقين من نفسكم، الثقة بتولد الراحة. تمام. أتمنى تقولوا رأيكم في الكومنتات. بحبكم.